نفس مشاكلي مع النادي الأهلي هي نفس مشاكلي مع منتخب مصر لكرة القدم. مبروك، كسبنا. شكرا لمحمد صلاح، شكرا لزيزو، شكرا لتريزيجيه، شكرا لعمر مرموش، شكرا لكل الناس اللي شاركت وكل الناس اللي لعبت كويس، شكرا لمحمد الشناوي. الاختبارات عليه ما كانتش كتير بس تمام، يعني كمالي مركزه النهارده. شكرا للرجاله وشكرا للروح، وشكرا ان احنا حسينا يعني انها في امل ان احنا الماتش الجاي ممكن باذن الله نكسب بوركينا فاسو، ان احنا نقدر نصعد لكاس العالم الجاي. فشكرا. طيب ليه بقى بقول ان نفس احساسي وانا بتفرج على المنتخب هو نفس احساسي وانا بتفرج على النادي الاهلي؟ لان بكل بساطه هي انت شايف لعيبه معاها الكوره، مفيش جمله معينه حافظاها المفروض تعمل بيها حاجه. هي فرص كتير على المرمى وبتضيع بشكل غريب. وخد بالك انت بتلعب مع فرقه ليست بالفرقه القويه، يعني انت مش بتلعب غانا، مش بتلعب جنوب افريقيا، مش بتلعب السنغال، مش بتلعب نيجيريا، مش بتلعب تونس، مش بتلعب المغرب، مش بتلعب الجزائر، مش بتلعب فرقه يعني من الفرق اللي هو ايه، فرق كوره وفرق ليها تاريخ ومحققه بطولات في افريقيا. انت بتلعب اثيوبيا عادي. اثيوبيا دي ممكن يعني هم اكتشفوها مع الفتره اللي بنوا فيها سد النهضه. يعني اشهر حاجه في اثيوبيا قبل سد النهضه كانت الكنيسه اللي جمال عبد الناصر بناها لهم هناك، اللي هي تابعه للكنيسه بتاعت اسكندريه. دي اشهر حاجه في اثيوبيا، ما لهمش علاقه بكره القدم خالص. عشان يبقى شكلك ومستواك كده، معاك استحواذ، عملت هجمات خطيره، بس الهجمات الخطيره كلها بحلول فرديه. والماتش ده بقى كان مميز بالانانيه. يعني انت عندك مصطفى محمد في اخر الماتش كان في كوره معاه عادي جدا ان هو كان يديها لمحمد صلاح كان على يمينه، او يديها لابراهيم عادل كان على شماله، بس هو قرر ان هو يعمل اكتر حاجه غلط ويشوط. تريزيجيه النهارده مضيع 3 اجوان وكرة في العارضه. فهرجع واقول لك تاني يا تريزيجيه اذبح حاجه يا تريزيجيه، شوف في ايه انت بتعمله غلط يا ابني، او بتعمله مش مظبوط، او كنت بتعود ان انت تعمله، يعني ارجع اعمله تاني. انت عندك حاجه غلط، انت عندك حاجه مش مظبوطه، فحاول كده شوف ايه هي وحلها عشان الدنيا ترجع تمشي معاك تاني زي ما كانت ماشيه الاول. ابراهيم عادل لما نزل في كورتين انن فيهم، يعني في كورتين ابراهيم عادل كان سهل جدا ان هم يلعبهم، يعني يمشيها يديها يمين، بس كان في 3 لعيبه من المنتخب كنا ممكن نجيب جون. حسام حسن والاختيارات، انا مش عارف على اساس ايه احنا بننزل نبيل عماد دونجا. يعني دونجا على اي اساس يلعب؟ يعني في اختيارات تانية كتير احسن من دونجا. والله مش عشان انتمائي، مش عشان انا اهلاوي خالص، بس شوفوا كده الزملكاويه وبرامج التحليل الزملكاويه بتقول ايه على دونجا، وانتوا تعرفوا ان انا ليه مستغرب ان نبيل عماد دونجا يبقى بيلعب في المنتخب. برضو المدافع التاني اللي كان مع رامي ربيعه، يعني بعيدا عن ان انا اصلا معترض على وجود رامي ربيعه في المنتخب، وان اكيد في لعيبه تانية احسن بكتير من رامي ربيعه تبقى موجوده في المنتخب، بس رامي ربيعه موجود في المنتخب بيعمل ايه؟ بس هنقول رامي كابتن من كباتن الفرقه، ماشي خليه. المدافع اللي جنبه ده مين؟ محمد حمدي باك شمال، ما عملش ولا عرضيه. نفس فكره، والله كاني بتكلم عن الاهلي. برضو عندنا محمد شكري او احمد نبيل كوكا او كريم فؤاد او اي حد بيلعب في الناحيه الشمال في النادي الاهلي ما بيعملوش عرضيات. طب هو اتلغى من، يعني انا عايز افهم بس، هل الباك الشمال ما بقاش من حقه انه يرفع؟ طب هل الباك اليمين مش من حقه انه يرفع؟ لا، احنا عندنا محمد هاني اصلا ما بيعرفش يرفع. ومحمد هاني كده ايه، كل 3 4 5 10 ماتشات بيرفع كرة حلوة وما بيبقاش فيه المهاجم او الجناح او الخط الوسط او اي حد يبقى واقف يستلمها. حسام حسن كان بيلعب 4-1 كان معانا الاستحواذ، كنا اخطر، ما لعبناش كرة حلوة، ما شفتش هجمة، ما شفتش تكتيك، بس ماتش وعدى وكسبنا وده المهم. طبعا عندنا مشكلة كبيرة في الحضور الجماهيري. يعني ما ينفعش منتخب مصر يبقى بيلعب وكل اللي موجودين في الملعب ما يكملوش 25,000 واحد، 30,000 واحد في استاد المفروض ان هو بيشيل 100. هنقول عشان اعمال الصيانة وكده يا عم بيشيل 70، يعني تلتين التذاكر ما اتباعش، والمدرجات مفيش حد بيقودها. يعني هو بتوع المشجعين اللي كانوا موجودين النهارده كانوا بيصفروا وكانوا بيزمروا، وفي الماتش كله على بعضه قالوا 3 مرات مصر. مين بقى بيقود جماهير منتخب مصر؟ يعني ليه وزارة الشباب والرياضة ما تعملش
في الماتشات بتاعت منتخب مصر رحلات لشباب الجامعات، ويبقى طالع معاهم حد دكتور بقى معيد في الجامعه، كابو من اي كابو من بتوع الفرق، يبقى مفهم الشباب دي هم هيقولوا ايه عشان خاطر بقيه الجمهور يمشي وراهم. يعني انت النهارده اصلا كنت بتلعب قدام فرقه هي جايه مغلوبه، يعني بعيدا عن ان هي ما عندهاش كوره، هي الفرقه جايه لك مغلوبه. طب لما هتلاعب فرقه بجد بقى، المفروض منظر المشجعين بتاع منتخب مصر يبقى هو ده المنظر يعني. اصلا كنت حاسس ان انا بتفرج على تقسيم. يعني النادي الاهلي لما بيفتح التتش للجماهير، لا يعني هقارن ايه بايه؟ مش عارف اقارنها بحاجه. 25,000 ولا 30,000 اقسم بالله مقصورة الصحفيين لما بيبقى ماتش مهم بيبقى صوتهم اعلى واهم من كده، وعارف ان الجمهور اللي رايح مش مطلوب منه ان هو يعمل ده لان هو مش بيعمل ده. فين بقى الجهات المسؤولة عن الكورة في مصر عشان تنظم ده؟ ما يبقاش المذيع عمال يقول استاد الرعب استاد الرعب استاد الرعب وانا حاسس ان انا بتفرج على الماتش، على اقسم بالله العظيم ماتش على القهوة بيبقى فيه صوت جماهير اكتر من كده. فالموضوع بصراحة مستفز، واختيارات كابتن حسام حسن عليها علامات استفهام كبير. يعني حمدي فتحي ليه؟ طب تريزيجيه انا شايف ان هو ما باينش اماره، والمفروض حد تاني كان يبقى مكانه، ومش شرط من الاهلي، يعني مش شرط من النادي الاهلي، حد تاني من اي حته ومن اي مكان. بس انا مشكلتي، بس هنقول تريزيجيه بقاله 7 ماتشات وحش، فمش حاجه يتقيم عليها على منتخب اخر مره اتجمع من 6 شهور. فهو مثلا بيقيم تريزيجيه على اخر 6-7 شهور لعبهم. لكن دونجا المدافع اللي كان ورا مع رامي ربيعه، يعني مصر اكيد في 102 مليون ولا 110 مليون في حد احسن من دونجا، واحسن من المدافع اللي ورا ده، واحسن من ناس كتير، احسن من ناس كتير كانت في الملعب. اسامه فيصل ادى اماره ايه عشان تلعبه على مصطفى محمد؟ يعني انت على اي اساس يبقى عندك مصطفى محمد وتلعب اسامه فيصل؟ والاثنين زملكاويه اهو، عشان ما حدش يقول بس انت عشان اهلاوي وبتاع، اثنين زملكاويه. ابراهيم عادل نزل مش واخد تعليمات واضحه انه يضم ويباصي، وقرارات الشوط عجيبه. وكمان المعلق بتاع المباراه، يعني هو طلع اسامه فيصل ونزل مصطفى محمد. تسال نفسك سؤال، هو كده هيلعب مهاجم يمين شكله هيلعب بمحمد صلاح؟ يعني يا راجل ده هو مبدل مركز بالمركز. نركز في اكل عيشنا شويه. يعني مش هيبقى المنتخب بيلعب زي الزفت والاهلي بيلعب زي الزفت وكمان معلق المباراه مستفز يعني. كل التوفيق لمنتخب مصر فيما هو قادم، وان شاء الله نتاهل لكاس العالم اللي جاي، وباذن الله باذن الله يكون التوفيق حالفنا، ونقدر ان احنا نلعب كاس العالم ونفوز يوم الثلاث الجاي ان شاء الله على بوركينا فاسو ونبقى ضمننا التاهل. وبنبارك طبعا لمنتخب المغرب اللي قدر ان هو يصعد النهارده. ومنتخب المغرب بكده بيكون اول فريق عربي واول فريق افريقي بيتاهل رسميا لكاس العالم. فكل التوفيق لمنتخب مصر فيما هو قادم. وما ننساش ننهي الفيديو دايما بالصلاة على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وما تخلوش الكورة تنسينا قضيتنا والدعاء لأهلنا في فلسطين وفي لبنان وفي العراق وفي اليمن وفي سوريا وفي كل الدول العربية المتضررة. اللهم آمين. ربنا يحفظهم وينجدهم ويجعلنا كلنا في سلام وأمان بإذن الله. أشوفكم على خير بعد ماتش مصر الجاي. السلام عليكم.